السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك لو شايف ان الكابتن الخطيب ملاك من فضلك ما تكملش الفيديو، ولو شايفه شيطان برضه ما تكملش الفيديو. لكن لو شايفه بشر زيي وزيك فكمل الفيديو، واوعدك مش هتندم حتى لو اختلفنا في الرأي في اطار من الاحترام. الكابتن الخطيب قبل ما اتكلم عنه، في ناس لما بدأ يظهر لي فيديوهات على الفيسبوك، انا علاقتي باليوتيوب على يعني مستوى المرئي على اليوتيوب، فلاقي ناس تحت تقول لي انت مين؟ يعني الناس مستغربه انت مين يعني انت، وكأن هو له الحق ان هو يتكلم في اي مكان ويكتب اللي هو عاوزه، لكن لما انا اجي اتكلم يقول لي انت مين؟ يعني اللي بيقولها انت مين سخريه، ده انا مش شايفه، ده هوا بالنسبه لي. لكن اللي بيقولها يعني فضول، فانا بقول له انا دكتور مأمون الفداوي، علاقتي بتشجيع النادي الاهلي بقالها اكتر من 40 سنه، علاقتي بمنظومه الاهلي الاعلاميه عبر المجله ثم القناه بدات من اكتر من 18 سنه. لكني واحد زي اي اهلاوي، حتى لو كان له علاقه بالنادي مفيش سطوه عليه. السطوه اللي علينا كلها هو اطار العمل اللي احنا شغالين فيه، القيم، المبادئ، الاخلاقيات المهنيه وما الى ذلك. لكن حد يفرض عليك حاجه او تقول حاجه او تعمل حاجه، الحمد لله رب العالمين ده ما حصلش على مدار اكتر من 18 سنه في علاقتي بالنادي الاهلي. كابتن الخطيب انا لما بلاقي فيه هجوم عليه شديد، او الاقي هجوم شديد على النادي الاهلي، احيانا كنت بنزوي واخد جنب لسبب واحد، لان في ناس بتستغل الزخم اللي موجود في الصفحة، مثلا 20,000 ما بين متابع وصديق واصدقاء الاصدقاء والكلام ده كله، العدد ممكن يوصل ل 100,000 200,000 300,000 يشوفوا مثلا المنشور بتاعك. ايه اللي بيحصل؟ في ناس هو على صفحته لو قال مسك ميكروفون وقعد ينادي هتلاقي عنده 10 20 30 50 هيعلقوا 100 200 اكتر اقل. فيعمل ايه؟ يستغل صفحات الناس اللي فيها زخم، وانا طبعا يعني صفحتي مش بقوة الناس المشاهير يعني وكده، لكن هيضمن ان اكتر من 100,000 مثلا هيشوفوا الكلام بتاعه، فيستغل المساحة بتاعت التعليقات وينزل هبد وتخبيط في الاهلي وفي الكابتن الخطيب. انا عاوز اقول ان بيني وبين نفسي كده انا بفكر، يعني بقول انت ينفع ان انت تاخد جنب في التوقيت ده؟ لا. كان ليها مقولة سابقة قبل كده نقلا عن جان جاك روسو: الحياد في المواقف الأخلاقية خيانة. وأنا عمري ما كنت خاين، لا على المستوى الشخصي ولا الإنساني ولا البيئي ولا التربوي ولا في علاقتي بالنادي الأهلي. ولذلك لازم أقول كلمة حق، وهسجلها هنا عشان خاطر ولادي اللي أنا بربيهم على اللي تربيت عليه، وأحفادي لو في يوم من الأيام شافوا الفيديو ده يعرفوا إن أبوهم أو جدهم كان صاحب كلمة حق في أوقات الفتن والخلل وأوقات الزيطة ومولد النبي اللي احنا شايفينه على السوشيال ميديا. لما حد بقيمة وقامة وحجم الكابتن الخطيب يخرج، يعني شاب عنده 17 18 20 يقول فاشل، يعني لفظ فاشل ده محتاج شرح. كلمة فاشل دي تتقال على الكابتن الخطيب اللي زي ما محمد صلاح زود شعبية ليفربول من ناحية المصريين والعرب، الكابتن الخطيب نفسه زود شعبية النادي الأهلي بالملايين. حد يقول فاشل على الكابتن الخطيب، اللاعب الوحيد المحلي اللي خد الكرة الذهبية في أفريقيا وسط فطاحل كانوا محترفين في الخارج،
وهو خدها وهو بيلعب محليا. ما كانش زي دلوقتي حاجة للمحليين وحاجة للمحترفين، لا كان كله مفتوح في بعضه. هو الوحيد اللي خد الكرة الذهبية. كابتن الخطيب، اللي يجي واحد ما شافش الكابتن الخطيب ولا يعرفه لأنه صغير مثلا في السن، ويقول لك ويقارنه بالكابتن الراحل العظيم صالح سليم والكابتن حسن حمدي. يا ابني اذا كنت انت ما شفتش الكابتن الخطيب بتقارنه بصالح سليم، انت شفت صالح سليم ولا هو لب لب وخلاص وبتقلد وماشي ورا بتوع اللجان المأجورين اللي كل ما اجي اتكلم كلمه يدخلوا يشتموا تحت في التعليقات، وادخل على صفحاتهم الاقي الاكونتات بتاعتهم مغلقه، كله مغلق مغلق مغلق. ليه؟ لانه رخيص ومأجور وبيقبض على الكلمتين اللي بيقولهم. لكن احنا الحمد لله انا لو قدامي سكريبت وبكلم عفوي خالص، يطلع من كام يوم واحد يقول لك ايه بيجمع بين الاعضاء 10 12 13 توقيع، يقول لك عاوزين نعمل جمعيه عموميه لحل مجلس الاداره وتعيين لجنه انقاذ. لجنه انقاذ من مين؟ من رئيس النادي الاهلي اللي واخد 22 بطوله وثلاثه برونزيه في اقل من 8 سنين، اللي اتلعب 7 بطولات افريقيه خد منهم 4 في عهده، والدوري وكل البطولات عموما. مش هتكلم على الارقام، اصل هتتكلم على الارقام يعني لو انا في ارقام هقولها وحطيتها قدامي هحرجك. ففي ناس اهلاويه بتختلف مع الكابتن الخطيب بادب. انا اختلفت مع الكابتن الخطيب وقلت وانتقدت مجلس الاداره. فين؟ في مجله النادي الاهلي. وما توقعتش او انتظرت ان هم ما ينشروش المقال، لا اتنشر. الناس اللي متابعه مجله النادي الاهلي لاقي مقال صواريخ مأمون الفداوي. قلت ان هناك اخطاء في مجلس الاداره يجب تداركها، اخطاء في منظومه كره القدم، وانا على يقين ان اداره الاهلي لديها من الشجاعه ما يعينها ويدفعها على الاعتراف بهذه الاخطاء والوقوف امام مسؤولياتهم. عارفين ده؟ والله بعدها، مش عشان انا كتبت، يعني هي جت توافقت، يعني بعدها لقيت اداره النادي الاهلي بتنزل بيان وبتعترف بوجود اخطاء ونعمل على حلها. ماشي. الكابتن خطيب اذا كان الموسم ده مثلا نتيجه اشياء معينه او ظروف او حاجه الامور ما ظبطتش، هتمحي تاريخ الكابتن الخطيب عشان فقدنا بطوله، عشان فقدنا بطولتين، عشان اتغلبنا في ماتش؟ هو الكابتن الخطيب هينزل يحط الكرة في الجون هتقول لي اخطأ مع جاب مدرب مش عارف ايه؟ ماشي انا معاك، ما احنا قلنا ان هو مش ملاك، لكن ما هو اللي جاب فايلر، وهو اللي جاب موسيماني، وهو اللي جاب كولر، وهو اللي جاب عماد النحاس كمل معاك الدوري وخد البطولة، وهو اللي في عصره خدنا 4 بطولات دوري افريقيا، وهو اللي جاب لك النجوم اللي انت كنت بتهلل وبتطبل وتزمر لما احنا جبناهم. فالنجوم ما ظبطوش، ما هي دي ارزاق او في خلل معين هيعالجوه. ماشي. النهارده بقى الخطيب فاشل، يعني ما فيش منطق، يا فوق يا تحت. كانت الخطيب قيمه وقامه وله تقديره في الوطن العربي وفي افريقيا وعلى المستوى العالمي. في انديه تعرف من هو، انديه اوروبيه تعرف من هو الكابتن الخطيب. رئيس الفيفا نفسه انفانتينو يعرف من هو الكابتن الخطيب. فما يصحش ان احنا نغلط ونخطئ في رئيس النادي الاهلي، لان الخطأ بحقه هو خطأ بحق النادي الاهلي نفسه، والناس اللي بتحاربه عايزة النادي يقع. فالنقطة دي انتبهوا ليها كويس جدا. انا ببلغ والله يشهد. السلام عليكم.